وبعيد كل البعد هو انسان بوليسي بروفيسيونيل ما يفهم حتى شيء. دونك هذاك في الميساج بركه احسبوا غلط. ما عدا ذلك المكامن نتاع المصايب في لونتوراج نتاع سي حبيب الصيد ما هماش مكتوب نتاع سي يوسف الشاهد ما هماش مكتوبين غادي. انا اليوم باش نقول لكم حاجه تاع موزيه اللي عنده ثماش شكون عنده لابريس. نقرا الصباح في لابريس صدقني جيتي سكونداليزي. ثم مستشار عنده في نفس الاتجاه اللي كان يحكي فيه تو سي حافظ سفيان. مستشار عنده اسمه شو شو اسمه؟ ساسي اقروب بالله نتاع موزيه اقروب الانترفيو نتاعو باش يقول لكم على حاجات مخطره ممكن في بالكمش بها. انا في بالي بها بحكم معرفتي بالاداره بحكم اني نعرف برشا ناس. سي لطفي ساسي هذايا عامل انترفيو هو رئيس حكومه يستعمل كلمه نو ساعه يستعمل كلمه نو. وين يستعمل كلمه نو؟ باش نبيعوا بنك الاسكان. انت وش دخلك؟ انت وقت جيت وشكون اللي كنت وكذا باش ندخلوا بيعوا بنك الاسكان. تعرف معناها كي نقول نبيعوا بنك الاسكان معناها ضربه في الحيط مع الجي تي تي. توا في الوضعيه هذيا احنا السيد هذا جاي باش يبيع بنك الاسكان وحكى لنا برشا حاجات اما من جملتها اللي باش يشتريها نعرفوها على شكون قاعد يحضر فيه. وين احسن وين احسن الاعمال وين؟ اوكي بربي يسأل يا محمد علي خلينا الاحسن خد ثم عركه غدوه في المجلس باش نحضرها له من توا. شو اسمه؟ بنك الاسكان الناس كلها تحكي انه راهو ثم برنامج تاع بيع البنك الاسكان ويلزم من توا نخرجوا. استنى على خويا حاجتي بيك باش تسمع. كل عركه في اللجنه تاعكم. دونك بنك الاسكان هذايا اقروب بالله تاع مزيه الانترفيو باهي. واللي انا سالت جماعه الصحافه اليوم سالت انا جاي على خاطر قلقتني الحكايه. كلمت جماعه لابريس قلت لهم يا اخي كيفاش هذه الحكايه؟ قالوا راهو هو نادانا مش لابريس هم اللي طلبوا انترفيو معاه. راهو هو ناداهم. ما قلتوش شكون شخص تحكي؟ لا نحكي على مستشار عند رئيس الحكومه في وضعيه نتاع تضارب مصالح. هذه اللي حبيت نقول عليه انا. في وضعيه نتاع تضارب مصالح واحد اسمه لطفي بن ساسي يقول هو مستشار اقتصادي نتاع السيد رئيس الحكومه. احنا نحكي كل على المشكل انه كيفاش الناس المحيطين بسي يوسف ناس ما هماش في المستوى نتاع الامانه اللي هي محمول عليهم. دوك السيد هذايا عامل تصريح صحفي بطلب منه وحب يخرج قنبله اللي هو بيع بنك الاسكان. هنا وين نحب نجي هذا المستشار الاول. ثم واحد ثاني ما جبد عليه توا سي حافظ شويه هو فيصل دربان. حط في بالك سيد رئيس اللجنه انه سي فيصل دربان هذايا في سنة 2010 هو كلف بتقييم السهم تاع سيمونتري دو كارتاج. وحط في بالك في 2011 جابته ترويكا هو مراقب هو اوديتور نتاع بنك نتاع سيمونتري دو كارتاج. حط في بالك في 2016 مع رضا الصعيدي البرنامج نتاعهم باش يبيعوا البرنامج. اذا انا من ناحيه القانون من ناحيه ليتيك ما نجمش انا اليوم نراقب في شركه او حدايا محامي فهمتي؟ ما نجمش انا اليوم مراقب تاع الشركه وغدوه نتقلب في وضعيه نتاع بيع خاطر عندي المعطيات نتاعها ما تجيش. اش عملنا احنا في القانون اخر قانون مع سي عباد البريكي وزدتها انا هو لو ديلي دينيسيي المعلومه المميزه. المعلومه المميزه هي جريمه كبيره. بالتالي غدوه باش نجي نجبد لك الموضوع هذا باش نجي نقول لك راه ثم شخص في رئاسه الحكومه في وضعيه نتاع استغلال معلومه مميزه لغايات غير بريئه وضد المصلحه نتاع الدوله. خاطر شنو تعرف معناها اذا كان السيمونتري تو مش عارف قداش الاكسيون نتاعها اكس غدوه بالمعلومه هذه اللي باش تصير باش تهبط اكس مو ان معناها 100 فرنك يجيش على الكسيون معناها الدوله باش تدوي لك واحنا مبلعين فيها في 400 مليار. هذا مستشار ثاني. مستشار ثالث سي توفيق الراشحي. هذايا لا نظريا هو نتاع النهضه اما نكر في النهضه انا وسفيان قال احنا براءه منه انا وسفيان نكر فيه. اش هو السيد هذايا؟ السيد هذايا هو رئيس لجنه التحليل الاقتصادي وما ادراك. ايش عامل؟ مسيب هذاك وماشي يتبع في حوجات اخرى فيها بزنس. قلت له انا مره سي حافظ قلت له عايش خويا انت رئيس لجنه التحليل الاقتصاديه شوف لنا كيفاش ليكيليبر دي كاس هذاك باش نعملوا لها خاصه ثم اتجاه انه يلا نعم نبدلوا في سن التقاعد اجباري ولا مش اجباري وشوف لنا التعويض كيفاش نعمل. قال لي فك عليا منه وياخذ في فلوس راهو. هذوما ثلاثه انا لفت انتباه سيد رئيس الحكومه. قلت له بالله تعمل زي هذا مثلا السيد هذا الثاني ايش جاي تعمل بيه؟ قال لي انا حاطه الفساد عندي. قلت له فساد شنو؟ هذا الانسان راه صاحب مشاكل. دونك انا شو نحب نقول ثم مشكل في رئاسه الحكومه اللي هي المستشارين نتاع السيد رئيس الحكومه. لكن انا نقول لك حاجه بكل صراحه احنا كما كان نحكيو توا السيد رئيس الحكومه ماناش وضعيه ندخل في مواجهه مرتبه. ماناش وضعيه ندخل.
انا خويا معناها بالنسبه لي اش نقول لك بكل صراحه. الراي نتاعي انه احنا ثم معناها موضوع انه ثم خطا صار في انه لم يقع اعلام الحزب الموضوع هذايا، وثم خطا فادح في اختيار المستشارين، وخطا افدح منه في تغيير في تعيين هذايا الغرياني ولا شو اسمه هذا، على خاطر ميساج مش حلو. دونك يلزمنا. ثم نقول لكم حاجه، منجي الرحوي راهو كل مره يجبد كلمات تعرفوا نصف السلمي، مش عارف لو خيل معي في لجنه الماليه حاضرين ولا لا. قالوا انا باش نجبد وضعيه نتاع تضارب المصالح في النواب وفي الحكومه وفي كذا وفي كذا. دونك شو معناها؟ معناها من غدوه باش يبدا يحل علينا سميت رئيس نتاعو وباش يبدا يجبد وضعيه تضارب المصالح. il vaut mieux احنا نركزوا والموضوع هذا نبرئوا منه نقولوا احنا خاطينا الموضوع هذا وعليه كان يصلح امور. دونك منجي الرحوي راهو بدايه من غدوه واحنا جاينا قانون الطوارئ الاقتصاديه، وانا بكل صراحه قاعد نركح فيه وبدا يفهم انه لازم نعدوه باش ما يقعلوش كما قانون المصالحه. راغب عنده عام. صفات المربي حاجه تودي تحكي على قانون الطوارئ الاقتصاديه. احنا مش نعملوا القانون هذا باش نهزوهم للناس هذيا. قانون تاع فساد انا وش خاصك؟ انا نحلي شوكه من رجلي الموضوع هذا ماذا بيا تقول لي فك علينا منه الموضوع. انا مانيش انا صدقني انا وين يجي قدامي القانون هذا يدور مصارني نقول لك. دونك شو كيفاش انا خلاص الحديث سيد الرئيس انا شو نقول خويا؟ انا يلزمنا نكونوا عاقلين شويه في المساج نتاعنا. الكلام اللي نقولوه هنا نفرغوا قلوبنا، اما راهو الكتيبه اللي تتم الناس الكل تعس علينا في كل كلمه وكل فيرجول. اون دوا اتر كلير في هالموضوع هذا ما بيناتنا. الكلام اللي نقولوه هنا ما نجموش نكتبوه في ورقه. الراي نتاعي شنو هو السيد الرئيس؟ انا خويا الاقتراح نتاعي هو التالي. نعملوا معناها زوز وخيان ناس هكا يسومتريز ناس يسومتريز فهمتني؟ ويبلغوا الميساج هذايا انه بور دير راهو احنا اون ني با اون باسريل. اولا دونك بطريقه لبقه بطريقه بريكه، ولو انه ديما من حقه انه يعين اللي يشوف، لكن اللي يشوف ما يسمعنا. كي نقول لك بحثات مفسدين ناحيه خليهمش. هذه الاول. اثنين انا بالنسبه لي دونك في هالموضوع هذايا انا في بالي دونك الكوميونيكي نتاعنا لازم يكون لايت. ماذا بيا ما يتقراش حار وحلو، يتقرا 70% حلو 30% شويه واحده فهمتني. ثم زوز من الناس نتحدثوا مع السيد رئيس الحكومه نلفتوا انتباههم نقولوا له عايش خويا راه زين تعمل زين، احنا باش ندافعوا عليك في المجلس، احنا باش ناكلوا العصا، راهو احنا باش نوقفوا منجي الرحوي، باش نكلوا له ساعه ساعين. وفي نفس الوقت انا سيد رئيس انا في بالي نعاودوا نرجعوا للطبوبي خاطر احنا في الشارع، نعاودوا نرجعوا للطبوبي نمشوا له نحكوا معاه. ثم سي حافظ انا نقول لك بكل صراحه إلي توا بليس كيرجون باش نلقي سي ناجي جلول. انت وسيد رئيس الكتله تقول له حبس خويا لازم ما عادش نجم ندافع عليه، حبس ونمشي وين ماشي. عنده برنامج في حنا بقى. شوف سي حافظ انا من رايي عايش خويا، احنا المره اللي فاتت في المجلس وهو نقول لك الكلنا الونانيميتي وجو سوي سارتا انه 90% ماناش مقتنعين، قلوبنا حاجه ولسانتنا حاجه، اما ما لازمناش نسيبوه. اما خويا يزين ما عادش نجم. دونك خويا قول له عايش خويا العزيز شد روحك سينو انا باش نبرئوا منه. يزي ما عادش نجم ندافع عليه الراجل. دونك يا خويا قول له اسكت في انتظار ركحوا شويه الامور مع سي نور الدين طبوبي خاطر راهو جاي باش نحطوا حاجه في بالكم. راهو في افريل معنا شهريات وراهي لي كاس دو سيكوريتي سوسيال سون اون فايت. دونك انا في حاجه للاتحاد. دونك عايش خويا انا ناجي جلول يزي حبس خويا انت ولدنا على راسنا وعيننا، اما راني الى حد النقد هذه ما عادش نجم نعاود. خويا شد روحك ريض امشي تعمل السياسه برا بوسو من جبهته شو اسمه نسعد دبر راسك. احنا اون فراسورال يا خويا اون فرا 16 دناقر نعملوها احنا. اما راهو ردوا بالك ما راهو احنا ماشيين مسك الختام صحاب. احنا اذا كان كنا قواء وعمرنا ولا يستبيحونا بالدرجه هذه. نقولوا لك دونك اسمعني انا نعمل لي اوبورتونيتي العركه هذه اوبورتونيتي. ثماشي هو ضربنا مسمار من تالي ثماشي ما احنا نفيقوا لارواحنا نصيروا بليس يوني نخلوا خلافاتنا على جهه. انتخابات بلديه جايه رانا ماناش باش نربحوها في الوضعيه هذه يا خويا. نصفوا الامور ما بيناتنا ثم مشكل يلزمنا نحلوه. انا هكا رايي راهو اذا كان كنا قواء عمره ولا كان انسان ينجم يتجرأ باش يعمل الشيء اللي قاعد يعمل فيه هذايا انا في بالي اللي لو مومون تو لو مومون يوبورتان باش تبدا اون اوبورتونيتي رب ضاره نافعه. النفع نتاعها المتنبي يقول في الخمر معنى ليس في العنب، يعني هديه في الحاجه الخايبه ثم حاجه باهيه. الحاجه الباهيه انه احنا لازمنا نتلموا مع بعضنا الكلنا اللي تفليق. احنا بالنسبه لنا في البرلمان او السيد رئيس الكتله يعرف ايش يعمل احنا معاه
سي حافظ خويا احنا يلزمنا توا في السياسه نعمل سياسه ما فيها باس كيف نحاولوا نوسعوا شويه الحظبه فهمتني ولا لا؟ اي بور كونسوليدي لي بوزيسيون تو الموند انا في بالي هذايا دونك حديثنا مع النهضه راهو باش يقول لك حاجه راهو الشيخ عمره اللي مشي ضد سي البيجا راهو سي حافظ تعرف هذايا راهو دونك ما نلزوش يعني وضعيه اللي غدوه باش يبدا يكور بينا ما يكورش بينا خويا العزيز اما نحاولوا نلقوا صيغه انه كومون ماتر اليز توا سي يوسف مالغري الغلطه الفاتحه السياسيه اللي صارت في تسميه سي خليل الغرياني المره الجايه باش ما عادش تصير ونصفوا الامور تو سويت تمشي انت وسو سفيان وسيفو الشيخ معاكم تمشوا للطبيب يقول ليش خويا نسكروا الموضوع ونطوقوه ويجا نشوفوا بور كو نو بيسيون افرونتي من جهه واحده كاع وبدا من هذا اما سي فاضل نستدعوا كما قلت اقتراح ممتاز نستدعوا سي جلول ونجيبوه ونقولوا له كيفاه. لا يقول لسه زاد السياسي ما حد شيء من غير الشاور انا اتصلت بسجل الرئيس وقلت له سجل الرئيس مش ممكن انه اذا تونس ياخذ التجاوز بتاعه قال لي انت اليوم عندك مسؤوليه الحزب ومسؤوليه الحزب هذه تحطك في وضع انك لازم تدافع على مصالحك. وانا قال لي بطبيعه الحال مش دافع على مصالح الحزب انا مش نقول لهم تهاجموا على بعضنا. عندك مسؤوليه تدافع على مصالح الحزب. مصلحه الحزب بطبيعه الحال انا مصلحه الحزب رايي معكم الناس الكل ورايكم ما نجمش نتجاوز ولو انا خالف الحاجات لكن يلزمني ناخذ بعين الاعتبار رايه والاحتمال رايه هو اعقل من رايي انا احتمال دونك لازمنا ناخذ النصوص حتى نجيبوا البوزيسيون الصحيحه اللي باش نحطوها فينا دونك كلامك دافع الحزب ان ما يلزمش معناها نعمل بيان حاد لكن انا سي فاضل شكور نقول انه البيان الموقف بتاعنا يلزمنا نتحاوروا مع الاطراف الكل والاطراف الاجتماعيه والمنظمات الوطنيه نحاوروا معهم لانهم هم شركاء معنا في الحكم ولان نحن هذا الكلام قلت للوزير نبوبي قلت له احنا اليوم مسؤولين ومطالبين باش ندافعوا على بعضنا وندافعوا على مصالح بعضنا وناخذوا بعين الاعتبار مواقف بعضنا. هذا قلت له علاش؟ لانه مش ممكن زاد هو مش ياخذ مواقف وحده اللي نحن احتمال ان تضرنا او عكسي بالعكس احنا ناخذ مواقف اللي يمكن تضرهم هما وتضر معناها على كل حال التمشي والحكومه هذه. قال سي فاضل انا ثم اخ طلب مني واللي هو سي نزار قال لي بربي انتم مقبلين توصلوا في الوضعيه وموجهين اصابع الاتهام الشخص يقولوا شكون انتم الشخص هذا اللي في رئاسه الحكومه قاعد هز رئيس الحكومه علاش حاشمين منه؟ قولوا شكون؟ قال لي انتم موجهين الناس كل اصابع الاتهام وكاينكم خايفين منه. لا انا استاذ اسمعني انا خايف انت تعرفني قاعده نتاعي في حياتي حمولي برجل وغصب القلب عاش كلمه لا اسمعني انا شفت بجلسه عامه هي تهمني في القانون الماليه خرجناه قلت له شكون السيد هذا كل مره جاينا هنا هو الدربال هذا واحد جاب لنا هذا ولا باقي وانا هو هي لطفي سيسي اقرا في الصباح اليوم مصيبه صارت اليوم في الابريس صحيح نستنى في اللي يسوق فيه بالحق ما وقعش احنا جبدناه بجلسه عامه صارت مره مشكله في القانون الماليه على خاطرهم واحد يحلب واحد يشد قرون يعني الوزاره في جهه وهم في جهه عندهم برنامج اخر من ثاني تو بعد اخر نقول لك عليه اتراح نتاع فلوس او نقولوا لك انا بكل صراحه فهمت كيفاش وانا فايق بهم مانيش انا بركه فايقين بهم برشا ناس سامحني في الكلمه جو لو دي ميرد في الجلسه العامه وانا دونك هذا معناه واضح الموضوع هذا بطول قدام الراي العام دونك انا باش نقول لك بالنسبه لي الموضوع لونتوراج سي ان انتوراج ميديوكر سي ان انتوراج كي ني با نيت سي ان انتوراج كي سال دونك يفول قلت لك اقرا اليوم الانترفيو تاع البريس وتزالي انت سكونداليزي سي با بوسيبل انا ما نجمش نقبل مش دافع عليك انا مش دافع عليك انا ما عندي حتى شك في نضافه وفي قدره وفي كذا يوسف لكن مالوريزمون سي ان انتوراج qui doit être immédiatement réexaminé dans sa composition en gros sinon on va voir l'entourage c'est lui qui l'a choisi. Non malheureusement ما نفيقوه يا سي حافظ نفيقوه خويا كنقولوا انا في برساتي هذايا منين ليه قاعد يتكلم عن البيع نتاع البيعات اليوم منين ليه يتكلم عن البيع نتاع البيعات السيد فيصل دربال قاعد يضل على السيمونتري دو كارتاج في وضعيه نتاع ديليجينيتي من هنا ياخذ من هنا واحد ومن هنا يجي يبيع يا خويا شو هو
نقولكش ما ذكرناش ولا جهزنا لكن يمكن ما ركزت عليها الكلام اللي قلته النزاع اختار مكان التحويل الوزاري النزاع اختار مكان احنا نعمل انتخابات في كسر القرايم ويهز لي بوست غير مرشوط هو عندنا ولا هذا الدنيا معبيه ها بعد جو الاثنين هناك الوكالات ما عندكمش موقف ما عندكمش وقت هذا